بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينية بطاطس محشية هتشرفك في عزومة رمضان، وسهلة جدا وبسيطة واقتصادية. عايزة اقول لكم كل الصينية دي عاملينها بربع كيلو لحمة مفرومة، بس حاجة كده بجد هتشرفك كده هوت على سفرتك، وطعمها وريحتها بجد خطير. يعني لاولادك كده مش بيحبوا البطاطس كده مش بيحبوا ياكلوها، عملتها لهم بالطريقة دي بجد هتعجبهم جدا، وهياكلوا منها كده لحد ما يشبعوا. نعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، والبطاطس بصوا بقى مستويه كده ودايبه كده. وعايزه اقول لكم بجد يعني ريحتها تحفه لو عملتيها كده لوحدها بس جنب شويه رز. تحفه لو عملتيها في العزايم بقى جنب الاكل كدهوت على السفره هتشرفك جدا. يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وشير الفيديو ده لحبايبي كل اصحابك عشان الكل يستفاد. يلا بقى كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده هوت صينيه البطاطس دي بنحتاج ليها بطاطس صغيره. لو البطاطس صغيره يعني ما لقيتيش صغير قوي لقيتيها طويله كده زي اللي انت شفتيها معايا، تقدري تجيبيها مطوله كده شويه وتقسميها نصين، وهتقوريها بالشكل ده. يعني ما تخليهاش ما تخرمهاش، وفي نفس الوقت ما تخليهاش يعني متقوره حته صغيره كده عشان تاخد كميه لحمه مفرومه حلوه. بصوا زي ما انتم شايفين كده بالمقوره بقى، اي مقوره عندك. بس انا بصراحه ارتحت في المقوره اللي كانت في ايدي الاولانيه دي، هوريها لكم. دي بتقور البطاطس يعني احسن من الصغيره، اللي هي الصغيره دي بتاعت البتنجان والكوسه. بس لو مفيش الا هي تقدري تعملي بيها. بصوا بقى دي اللي في ايدي دي منها مقوره ومنها مقشره، بتبقى حلوه جدا. وعايزه اقولك لو ما عندكش كمان مقشره او مقوره، ممكن بمعلقه شاي صغيره تقدري تقوري بيها كده البطاطس. بصي هتقوريها بالشكل ده كده اهوت. والبطاطس اللي احنا بنشيلها من القلب دي مش هتترمى خالص. خلاص كده اهوت. بصوا احنا مش هنرمي اي حاجه، والاكله دي على قد ما هي اقتصاديه على قد ما هي بجد هتشرفك كده اهوت في العزايم. ولو انت من غير عزومه زهقانه ومش عارفه تعملي اكل ايه، هاتي ربع كيلو لحمه مفرومه وكيلو ولا كيلو ونص بطاطس كده اهوت صغيره، مش هيكلفوكي حاجه، وهتعملي احلى غدا بجد سهل جدا وبسيط. خلاص بقى انا هكمل بقى التقوير كله مع نفسي. هي سهله جدا وهتقوريها كده بكل سهوله. اهم حاجه وانتي بتقوري يعني واحده واحده كده بالراحه، ما تغرزيش مره واحده كده اهو. هتتقور معاكي بكل سهوله. انا نقعتها في ميه بملح كده اهوت شويه، وبعد كده هبدا احطها في مصفى كده تتصفى، عشان مش عايزه يبقى فيها ميه يعني كتير، عشان لسه ايه هنشوحها كده اهوت على الطاسه، فعشان ما تطرطش علينا زيت كتير. معايا طاسه كده اهوت. والطاسه دي هكمل فيها ايه بعد كده بقيه الوصفه يعني ونعصق فيها. حطيت فيها معلقتين 3 زيت كده، وهبدا اشوح البطاطس دي كده تشويحه كده اهوت. يعني ايه؟ مش هنسويها تسويه كامله، بس تشويحه دي كده بتديها طعم حلو، وفي نفس الوقت بتساعد على التسويه بتاعتها. هي كده كده لو حطيناها نيه هتستوى، بس دي بتديها طعم حلو برضه. معايا بصلتين كبار عشان بقى نكتر ربع كيلو اللحمه المفرومه كده ايه ونزود الكميه. والبصل بيدي طعم حلو جدا للحمه، يعني مش بيبوخ طعمه ولا اي حاجه. هفرمهم بقى كده في الكبه عبال ما البطاطس تتشوح معانا كده اهوت واخلصهم. وبعد كده بقى ايه هنشوفوا هنعمل ايه مع بعض. بقلب فيها كده اهوت بقى ايه بالمعلقه، او ممكن تحركي الطاسه كده زي ما انا ساعات كنت بحركها كده او كده. المهم ان انت ايه هتديها كده تقلبتين كده اهو لحد ما تحسيها كده اخدت لون بسيط كده، هتطلعيها على طول. ما بتاخدش وقت خالص الاكله دي، وسهله كده والله وطعمها وريحتها. عايزه اقول لكم ابني بقى يقول لي يا ماما انا اول مره في حياتي اكل كده، لحد ما حاسس بطني من كتر الاكل اتنفخت. ما شاء الله بجد. يعني كنت عامله اكل تاني جنب منها اليوم ده، وان شاء الله هبقى انزل لكم برضو الاكل اللي كنت عاملاه. بصوا بقى مكان الطاسه انا عملت بقى خلصت كميه البطاطس كلها، ومكان الطاسه ما حطيتش زيت تاني. حطيت بقى كده ربع كيلو اللحمه المفرومه، لحد هقلبه لحد ما لونه كده يتغير كله ويفك كده من بعضه. انتوا عارفين اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت وعلى طول ايه بتستوي. خلاص كده اهو. بصوا لونها خلاص اتغير خالص كده كلها، وبقت كلها مفرفره. هبدا انزل عليها بقى بالبصل اللي انا فرمته. يا ريت بقى لو وصلتش معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه طبعا يشرفني اشتراكك. عايزه اقول لكم القناه لسه جديده بجد ونفسي افعلها، وهي طبعا عمرها ما هتتفعل الا بدعمكم ليا كده اهوت وبمساعدتكم ليا. بصوا بقى البصل نزل كده اهوت عليها، هبدا اقلب بقى كده فيه. كانت في حته كبيره شلتها
هبدأ كده اقلب فيه لحد ما لون البصل برضو يتغير كده ويبقى اللحمة والبصل لون واحد. حطيت شوية فلفل اسمر وشوية بصل بودر وقرن فلفل كده حامي. لو مش بتحبي الحامي تقدر تحطي بداله ايه فلفل بارد او ما تحطيش. بس هو بصراحة الفلفل بيدي تيست كده وريحة حلوة للحمة اللي بالعصار. وفصين توم كده اهو برضو هخرطهم او افرمهم، او لو انت عندك في مفروم اصلا جاهز حطيه. وهفضل اقلب فيهم بقى كده لحد ما هتلاقي ايه لون البصل كده واللحمه كده اندمجوا مع بعض. وطبعا ظبطي الملح بتاعك، واي بهارات برضو عايزه تزوديها زودي. عندك 7 بهارات، بهارات لحمه، جوز الطيب، اي حاجه عايزه تزودي زودي. هقلب بقى كده فيهم كده اهوت، ما بياخدش برضو وقت على النار وبتستوي على طول. ولسه طبعا هتخش الفرن. أنا الاكل كان على النار بقى التاني جنب كله كان على البوتاجاز يعني. هنا بقى بص اللحمه خلاص استوت معايا. جبت بقى كده صينيه، وهاخد اللي انا غسلت طبعا اللي انا كنت مطلعاه من قلب البطاطس ده. غسلته وكنت نقعاه في ميه برضو بملح كده اهوت عشان يبقى طعمه حلو وما يسودش في نفس الوقت. حطيت كده طبقه كده عشان البطاطس بتاعتنا برضو ما تلزقش تحت. هي مش هتلزق ولا حاجه، بس برضو كمان البطاطس دي نستفادوا منها. تبقى جميله جدا، بتشرب بقى كده من الطماطم اللي هتتحط ومن اللحمه المفرومه، وبتبقى طعمها حلو. هبدا اخد بقى البطاطس كده، هي هدت شويه طبعا. هبدا اخدها كده وتوحشيها. هي ما طبعا ما استوتش سوا كامل، هي يا دوبك كده متشوحه شويه صغيرين. هحشيها بقى كده بالشكل ده كلها. ولو انت طبعا عايزه تضاعفي كميه بقى اللحمه والبطاطس وتعملي اكتر من كده براحتك. بس جربي كده في الكميه دي في الربع كيلو، بجد هتبقى حلوه جدا ومشبعه كمان. مش هتحتاجي جنب منها غير شويه رز ابيض. خلاص كده خلصت اللحمه. بص الربع كيلو على قد البطاطس اللي انا حمرتها. معايا كده بقى ايه شويه من الطماطم، حوالي نص كيلو كده اهوت، وعليهم قرن فلفل برضو وفصين توم ضربتهم في الكبه كويس او في الخلاط. و... وهنزل بقى بيهم كده على الطماطم. مش هنحط بقى ايه ميه ولا حاجه، هي الطماطم دي هتسوينا بقى البطاطس. ممكن بقى كده نزود ايه رشه ملح. انا نسيت احط شويه ملح زياده على الطماطم وانا بضربها. ورشه كده من الفلفل الاسمر عشان تطعم لي كده ايه الاكل. خلاص كده الصينيه بتاعتي جاهزه. يا دوبك كده بقى هغطيها كده اهوت كويس بورق فويل عشان خاطر إيه تستوى كويس. وبعد كده هبقى اشيل ورق الفويل ده في الاخر، تاخد كده ايه تحميره كده من على الوش. كده اعتبر الاكله بتاعتنا خلصت. هروح بقى اعمل شويه رز كده ابيض عبل ما هي تستوى في الفرن. هتكون الرز معايا استوى وبقى تمام. بدخلها كدهوت على من تحت كدهوت على الصاجه. ولما تقرب تستوى بشيل الشوايه. بس انا مرضتش احمرها قوي عشان ما تنشفش يعني. اديتها كده تحميره بسيطه كده ايه تحت الشوايه. مع طبق بقى رز كده هوت. بجد يعني اكله مشبعه وجميله جدا لو ما عملتيش اللي هي. يعني لو ما عندكيش عزومه ومش محتاجه، مفيش حد جايلكوا، هتعمليها هي كده هوت هتكفيكوا وتبقى جميله جدا. بصوا البطاطس دايبه ومستويه وجميله جدا. مش قادره بقى اوصف لكم ريحتها وطعمها. ولو ملاحظين احنا ما استخدمناش ماده دهنيه كتيره في الاكله. يعني هتعتبر اكله كده هوت ايه للناس اللي عاملين دايت كده اهو. مش هتخنهم ولا حاجه، جميله جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. عارفه انها اكله مش جديده قوي، بس بنفكر بعض برضه كده بالاكلات الحلوه بتاعت زمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.